في أعماق جبل منسي يقف هذا الوجه الصخري العجيب وكأنه حارس الزمن. ملامحه قاسية، عيناه جوفان عميقان، وأنفه بارز كأنه يشم رائحة سر دفين منذ آلاف السنين. كثيرون مروا من هنا، لكن قلة فقط انتبهوا إلى أن هذه ليست مجرد صخرة، بل رمز وتوقيع لحضارة أرادت أن تخفي شيئا لا يقدر بثمن. القدماء لم يتركوا شيئا عبثا، كل خط، كل نتوء، كل تجويف كان يحمل رسالة. وهذا الوجه كان يستخدم غالبا كإشارة حراسة، يدل على مدخل أو مغارة سرية أو على كنز ملكي لا يفتح إلا لمن يملك العلم الكافي بفك الرموز. لاحظوا كيف أن العينين منحوتتان بعمق مختلف. إحدى العينين تشير دائما إلى اتجاه محدد، بينما الثانية تراقب المكان. أما الفم فهو ليس مجرد شكل طبيعي، بل يعتقد أنه نقطة توجيه نحو الهدف. وحين ترى وجها تكنيزيا بهذه الملامح، فاعلم أنك أمام رسالة من الماضي كتبتها أيدي ملوك أو كهنة أرادوا حماية كنوزهم من اللصوص والدخلاء. لكن الغريب في هذا المجسم هو ذلك الشعور الغامض الذي يرافق كل من يقف أمامه، كأن الصخرة تنظر إليك، كأنها تعرف ما تفكر به. بعض الباحثين يروون قصصا عن أصوات تسمع قرب هذه الوجوه في الليالي الهادئة، أو ظلال تتحرك حين يسطع القمر عليها. هل هي مجرد أوهام؟ أم أن القدماء تركوا شيئا أعمق من الذهب، طاقة حراسة ما زالت تحرس المكان حتى اليوم؟ ما بين الأسطورة والواقع تبقى هذه المجسمات من أكثر الرموز التكنيزية غموضاً وإثارة. كل باحث عن الكنوز يعرف أن الوجه التكنيزي لا يظهر عبثاً، وأن من يجرؤ على الاقتراب منه عليه أن يقرأه كما يقرأ الكلمات في كتاب قديم. السؤال الذي نتركه لك اليوم: هل هو عمل الطبيعة أم نحت متقن من حضارة غابرة أرادت أن تخفي سراً خلف هذه النظرات الصخرية؟ اكتب رأيك في التعليقات وقل لنا ماذا ترى في هذا الوجه؟ هل هو حارس كنز مفقود أم شاهد صامت على حضارة دفنت إسرارها في قلب الجبل؟ ولا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، لأننا في الحلقات القادمة سنكشف وجوها أخرى أكثر رعبا وأكثر غموضا، وربما أقرب إلى الحقيقة مما تتصور.